إن شاء الله النهاردة هنعمل 3 أنواع من تفريزات الطماطم، هنعمل الصلصة المُعلبة أو صلصة البرطمانات اللي بنستخدمها طول السنة وتبقى خارج التلاجة، وهنستخدم الصلصة اللي تبقى موجودة في الفريزر، وكمان الكاتشب من غير مواد حافظة ولا ألوان صناعية. يالّا بينا نشوف هنعمل إيه. عندي طماطم غسلاها كويس جدًا، وهابدأ أشيل الجزء الأخضر دوّة علشان ده بيكون مكان المبيدات أو الحشرات، فيُفضّل إن أنتِ تشيليه. هاخد الطماطم هاقطّعها على 2 أو 4 حسب ما أنتِ عايزة. الكمية الموجودة عندي حوالي 12 كيلو. الحلة الكبيرة أخدت معايا 5 كيلو، وفي كمان زيها واحدة خدت 5 كيلو، والصغيرة 2 كيلو عشان هعمل منها الكاتشب. طبعا أنا مش هضيف لها أي مية، هغطيهم وهرفعهم على النار، وهوطي النار خالص لما تنزل المية بتاعتها. أبدأ إن أنا أعلي النار، ويفضل تختاري الطماطم تكون لونها أحمر داكن بالشكل ده. هابدأ إن أنا أغطي كده، أرفع الغطا. شايفين بقى المَيّة، طبعًا المَيّة ديّة أنا مش باستخدمها لإن شايفين لونها بيكون أصفر. هاتخلّص منها خالص، ولمّا تخش في مرحلة السِوَى باسيب شوية صغيّرة عشان أعرف أضربها في الخلاط. شايفين بقى بدأ إن هي تقِل معايا وبدأت كده استوت. شِلت كل المَيّة وسِبت شوية زي ما أنا قُلت لكم عشان أعرف أضربها في الخلاط. وآدي كده برضه الكاتشب شِلت منه كل المَيّة. وادي الكمية الكبيرة 10 والصغيرة 2 كيلو زي ما أنا قُلت لِك. هابدأ إن أنا أضربها بالهاند بلندر، ولو عندِك خلاط استني عليها شوية لمّا تبرد، بعد كده اضربيها في الخلاط. شايفين بقى لونها جميل جدًا، أنا ما استخدمتش ولا بنجر ولا بابريكا، عشان باحس البنجر لمّا بيخش في صلصة المكرونة بيبقى لونه بامبي، طعمه مش مستحب أوي. وطبعًا لو بابريكا لازم تختاري طماطم حلوة لونها حلو أوي. صفيتها تمامًا من البذر والقشور زي ما أنتم شايفين، لإن البذر والقشر بيتعب القولون والمعدة. وادي كل الكمية ال10 كيلو. شايفين بقى كده دخلت معايا في تسبيكة أو نُص تسبيكة. هابدأ إن أنا أكيّس نُص الكمية حوالي 5 كيلو، وال5 التانيين هاخلّيهم. هابدأ إن أنا أضغط كده وأطلّع كل الهوا. نُص تسبيكة يعني هاطلّع الكيس من الفريزر أحطه على الخضار على طول، هيكمّل معاه بقية السِوَى. وكده إحنا خلّصنا أول جزء من الصلصة اللي بتتحط في الفريزر في أكياس. وآدي الكيس التاني، طبعًا الكمية أو الحجم زي ما أنتِ عايزة، وطبعًا حسب مساحة عندِك. آدي كده قفلنا كيس، والكيس التاني هتلزقيه كده بأي سولوتيب عندِك، وأي شكل من ده اعمليه. هابدأ آخد ال5 كيلو التانيين اللي هاحطهم في البرطمانات. هابدأ أضيف لهم معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الملح، وعندي المادة الحافظة هنا معلقتين كبار من عصير الليمون. أنا مش هاضيف أي حاجة تانية، هاخدهم وارفعهم على النار وهاغطيها طبعًا عشان ما يبهدلش الدنيا معايا. هاقلبهم كده وهارفعهم على النار. طبعًا أكون مجهزة الفرن زي ما أنتم شايفين. البرطمانات عندي عشان تتعقم ما بيحصلهمش أي حاجة حوالي ربع ساعة عشان تتعقم. وآدي الصلصة معايا بعد ما اتسبكت. طبعًا شايفين بقى طبعًا الغطا لازم يتغطى عشان ما تبهدلش معاكِ الفقاعات اللي تطلع من الصلصة. بالشكل دوّة الصلصة معايا جاهزة ما فيهاش أي نسبة هوا. طبعًا البرطمانات طلّعتها سخنة والصلصة معايا سخنة، فلازم الاتنين يكونوا سخنين علشان تفعّلي كبسولة الأمان. كبسولة الأمان اللي هي بتدّيني تَكّة البرطمان أو الصوت بيطلع من البرطمان اللي بيحافظ لي على الصلصة طول السنة. هاضغطها كده أطلّع منها الهوا. طبعًا شايفين هي سخنة، لابسة الgloves كده عشان هي سخنة جدًا. هابدأ أجيب هنا طبعًا صينية أحُط فيها فوطة، وكده الفرن عندي أصلًا سُخن. هادخّل فيه البرطمانات حوالي نُص ساعة، علشان زي ما أنا قُلت لِك يفعّل معايا الضغطة بتاعة البرطمان، ولمّا آجي أضغط عليه شايفين ما فيش أي هوا فيه. هابدأ إن أنا أعمل صلصة الكاتشب. عندي الصلصة هنا حوالي زي ما أنا قُلت لِك 2 كيلو. هابدأ أضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، وهاضيف هنا معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. ولو ما عندكيش عسل جلوكوز هتضيفي نُص كوباية من السكر. طبعًا عسل الجلوكوز بيدّي له لمعة وطعم حلو أوي. معلقة صغيرة من توم بودرة، معلقة صغيرة من بصل البودرة. هاقلّبهم كويس وهارفعهم على النار. أنا مش هاضيف الخل عشان ما يتبخرش، هاضيفه في آخر خطوة بالشكل ده، ربع كوباية من الخل. طبعًا أنا هاسيبها تبرد تمامًا، وهابدأ إن أنا أعبيها في الب البرطمانات بتاعتها أو الأزايز بتاعتها. هاختبرها إن هي استوت معايا والّا لأ. هاخد معلقة كده، ولو نزلت معايا فيها سائل أعرف إن هي ما استوتش. طبعًا هي كده استوت، لإن بُصّوا تقلت إزاي. كده معايا جاهزة وفيها مَطّة حلوة أوي. شايفين بدون إضافة نشا ولا أي حاجة.
هاعبيها كده، ولو عايزينها حارة أنا عملت إزازة كده وهنعملها حارة، هاحط معلقة من الهريسة الحارة وهاقلبها طبعًا أحطها في البرطمان زي ما أنا قُلت لِك لمّا تبرد. حابة إن أنا أسمّعكم الضغطة بتاعة البرطمان، اسمعوا صوت معايا. سامعين الصوت؟ طبعًا عايزة أقول لكم الصلصة حلوة جدًا ولونها جميل جدًا زي ما أنتم شايفين، ولو حابين إن أنتم تستخدموها وتحطوها في التلاجة بتضيفوا على الوش معلقتين من الزيت، وبعد كده بتقلبوا البرطمان عشان ما يحصلوش عفونة على الوش ولا مادة بيضا كده زي ما أنتم شايفين. بالشكل دوّة، وطبعًا شايفين الغطا بعد ما قلبته هتعرفوا إن بُصّوا متسبكة حلو أوي، والغطا بُصّوا ما نزلش فيه صلصة ولا أي حاجة. وده برضه الكاتشب معايا قوامه حلو جدًا، وزي ما أنا قُلت لكم ما فيهوش أي نشا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد. جربوه هيعجبكم وبالهنا والشفا.